انت مش ليك حق ان انت تكلميها بالطريقه دي، فهمتي؟ فانا قلت اصحابي. ممكن لحظة. هلو يا مريومة، حلو. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله مبسوطة ان انت جيتي؟ قوي كنت متحمسة. جدا ليه؟ قوليلي. عشان احكي قصتي على ديسلكسيا يا وكده. نهار ابيض، في قصة. قصه كبيره. طب تحبي نبدأ بالقصة الأول اللي انت جاية عليها ولا نسألك شوية أسئلة الأول؟ ممكن شويه اسئله. ماشي، ماشي. عجبتيني. خلاص اتفقنا. بصي، لا. هسألك سؤال، أسئلة هي إجابتها فكري فيها شوية. خلاص ماشي. لو اتحبستي في أوضة ضلمة خالص، ايه أول حاجة هتفكري تمسكيها؟ آه... اما امسكها مم. الحاجه موجوده قدامي. الأوضة ضلمة. هو ده ضلمه. مم. مش همسك حاجه. مفيش حاجه امسكها. 4 كلمات، قولي لي مين فيهم أكتر حاجة بتضايقك؟ خلاص ماشي. الضرب ولا الزعيق ولا النقد السلبي ولا الحماية الزايدة؟ لا انا كنت سلبي. النقد السلبي اه دي أكثرهم تدميرا بالنسبة لك. جميله قوي. هو حد بس الكلمه وحشه في حقي انا بزعل بالتالي. طيب، السؤال الثالث. ماشي. لو حصل حاجة unexpected في الدنيا وغصب عننا هنبقى حيوانات، هقول لك 4 حيوانات تقولي لي تختاري تكوني مين فيهم في الدنيا. ماشي. خروف، أرنب، حصان، غزال. حصان. ليه؟ عشان حصان قوي، بيمشي في كل حاجة، مش بيحب كلام الناس وكده. طب ازاي مش بيهمك كلام الناس؟ وازاي اكتر حاجة بتدمرك نفسيا النقد السلبي؟ ماشي. هو كلام الناس هو النقد السلبي. هو انت كلام الناس بيقولوني بتنقدوني، هو انت طريقتك وحشة، انت فاشلة، انت كده. فعشان كده ابقى حصان ماشي مع مش نفسه، همه. مش همه حد، ماشي مع نفسه، ماشي مع حالاته. انا نفسي ابقى كده. هتبقي كده، ما تقلقيش. طيب، ايه اكتر حاجة بتحبيها في نفسك؟ اكتر حاجة بحبها نفسي شخصيتي. انا تبقى عندي كده حاجة مختلفة بين كل الناس. حلو، انت شايفة اه. نفسك مميزة اه. في ايه؟ في طريقة كلامي، في طريقة مساكلتي، في كل حاجة، حتى طريقة شعري. شعرك آه، تحفة. شكرا. طيب، ايه اكتر حاجة بتخافي منها؟ خايف منها ابقى وحدي. لما بتعملي ايه بتقفي مع نفسك كده وتقولي انا كده تمام، انا جامدة؟ لما يحصل موقف وانا مش هرد، انا هرد عليه. رديتي؟ او لما لطيت. بتردي اه. بتنبسطي من نفسك وبترتاحي؟ اه. بتعرفي تاخدي قرارات لوحدك؟ لا خالص. صريحة جميلة. طيب، مين بيساعدك في اتخاذ قراراتك؟ اهلي، يعني ماما وحسام وبابا اوكي. واخواتي كده يعني. طيب، امتى حسيتي انك اتظلمتي؟ آه كتير قوي. من الناس. سلمت من ناس كتير قوي عشان من طريقة كلامي، من طريقة أفعالي، من طريقة مساكلتي. طيب، فاكر. خلينا نقف بقى هنا شوية عشان ماشي. انا عايزة ادخل في الموضوع ده اللي انت اصلا عايزة تطلعي عشان تقوليه. ايه الموضوع اللي انت جاية تتكلمي فيه؟ قولي لي. اتكلم على ديسلكسيا. ديسلكسيا اللي هو عسر القراءة. اه. اوكي، انت عندك مشكلة من وانت صغيرة، مش مشكلة، هي عندك حاجة من وانت صغيرة اسمها عسر قراءة. مم. احكي لي كده من الاول، اكتشفتي ده امتى؟ ايه اللي حصل؟ بتعاني منه ازاي دلوقتي؟ ماشي. هو في الأول وأنا صغننة كان الموضوع عادي، هو انت لسه طفلة، فانت لسه محتاجة بس شوية تأسيس في القراءة وكده، عادي. لما كبرت أكتر، هم. بدأت اخد بقى منهج أكبر. هم. بقت الموضوع بقى صعب قوي عليا. هو أنا مش عارفة أقرأ السؤال ده. مش بعرف اتكلم عادل يعني كويس. فالموضوع ده كان بيخش في سكة المدرسين مش بيصدقوني. المدرسين مش بيصدقوكي، اه. فاكرين ان انت بتستهبلي. بس احبل. هم. و كتير جدا منهم كان بيقولوا لا كلامي عادل، انت بتستهبلي، لا انت تبقى فاشلة. وكان في مدرستي القديمة حصل اكتر من موقف. هو الميس حدفت كتاب عليا، قالتني انت كده كده مش بتقرأ. انا كنت قاعدة قدام هم. تمام، قالتني قومي اقرأي السؤال ده. فقلت لها انا مش عايزه اقرا، مش عارفه اقرا هم. بصراحه كده. فقالتني هتفاتي الكتاب، وقالتني روحي ورا، انت كده كده مش بتقراي فمش هتفتيني في حاجه. فعلا. اه. اه. فالموضوع كان انتحر عليا
بشع وحش جدا. اكيد الكلام ده كان وانتي في سنه كام؟ 4 5. 4 و5. اه. طيب اخدتي الخطوه اللي بعد كده ايه بقى عشان توصلي لانك دلوقتي في جريد 8؟ اللي هو ماما تبدأ تكلم المدرسين شوية شوية، امم وبتاع هو مفيش حد يسألنا على قراءة أو كده، مم. بس في منهم كان مش بيصدقوا لو كان لازم يسألوا هما في موضوع القراءة ده. عرفتي امتى تشخصتي امتى انك ديسلكسيا؟ سنتين. من سنتين بس؟ اه. طيب ومن رابعه لحد من سنتين كنت بتعملي ايه؟ كنت بتتعاملي مع الموضوع ده ازاي في المدرسه وفي البيت وفي كل أنا كنت حياتك؟ الدكتور شخصني وأنا مسخنانة هو أنا عندي اتش اي دي اتش دي؟ هي دي. وانت ما عندكيش اي دي اتش دي؟ لا يعني هو تشخيص غلط. اه يعني قعدتي تقريبا 3 4 سنين بتتعاملي على ان انت لا وأنا عندك سخنانة. من وانتي صغيره. اه. ما هو من ساعه ما اكتشفتي اه. لحد من سنتين اه. بتتعاملي على ان بتتعالجي وبتتعاملي على انك اي دي اتش دي وانتي مش اي دي اتش دي. المشكلة أنا كنت حاسة هو أنا مش كده تمام. مم. يعني الاتش دي عندهم فقر حركة. فرط حركه. لا أنا ساعات كتير كنت بقعد وحدي مش عايزة أتكلم. هو الاي دي اتش دي اصلا هو فرط اه. حركه، فانت كنت بتقعدي ساكته، فانت اللي كنت حاسه ان انت متشخصه غلط. أنا كده، بس المشكلة بقى من كلام الناس أنا مم. صدقت على نفسي. يعني أنا إنسانة، أنا كلام الناس بيفرق معاكي؟ بيفرق معايا قوي. مم. خلاص أنت قلت كده، خلاص أنا كده. بس لما بذاكر بطريقة مختلفة، يعني كأني في تلس بذاكر كأني قصة تمام. مم. فكنت بلاقي نفسي ان انا فاهمه القصه دي واقدر انا اشرح القصه مم. تمام، مم. واقدر انا افهمها. مم. بس الموضوع هو كله كان من عند المدرسين. طيب انت ذاكرتي الدرس وفهمتيه بطريقه قصه وتقدري تشرحيه بطريقه قصه، اه. كنت بتعملي ايه في المدرسه علشان تفهميهم انك ذاكرتي خلاص وانت مش هتقدري تقري هما كانوا مش وتكتبي؟ بيصدقوا. لا هو الموضوع الكتابه والقراءه انا مش بعرف، انا خلاص فهمت تالت بس مش بعرف اكتبه ولا قراءه. حلو، فهمتيه في مخك. اه فهمت في طيب مخي. كنت بتتعاملي ازاي في المدرسه بقى؟ كنت بقول لهم لما ميس بتسالني قومي رد على السؤال ده، برد على السؤال ده كانه قصه. قالت لي لا اجابتك غلط. لا مش عايزه دي الاجابه دي، انا عايزه السؤال نفسه. اوكي. بعد بقى كأني الحساسة انا خلاص مش عايزه اذاكر، مم. مش عايزه اعمل اي حاجه، مم. وقفلت الكتاب خلاص. انا مش قوم تاني حد يسالني عشان تبقى مش كلحني قدام الطلبه يعني انا مش بذاكر وكده. مم. كنت احنا في المدرسه كلهم كان يعني بيذاكروا قوي مم. كده، فانا ما تبقى انت كمان يا مختلفه. حبيبتي بتذاكري اه وشاطره. انا كده، بس هما بقى مش بيفهموا كده يعني مم. المدرسين. انت شاطره وذكيه وبتذاكري وبتحفظي وفاهمه كويس جدا، ودي اهم حاجه لعوامل النجاح. قصه القرايه والكتابه دي كيس، هي كيس، انا مش هسميها اي حاجه غير ان هي كيس، حاله بنطورها بعد شويه بالسيشنز وبالعلاج وكده، وانت وشطارتك بقى فيها طبعا، ومع ان المدرسه لازم تساعدك. طيب انت دلوقتي عايزه تقولي ايه في القصه دي؟ هو انا حالتي كلها هي مدرسه، احنا بنطلع نص وقتنا في المدرسه. اكيد 8 ساعات 9 ساعات في المدرسه، فانا رومي كله. فابا في المدرسين هما اللي يفهموا احنا مش بنصعبط، احنا دي قدره من عند ربنا. القدره دي حلوه لان احنا عندنا كماح كبيره احنا استخدمناها. احنا تبقى ممكن بجد نعمل حاجات كتيره قوي نفسنا نعملها بس مش عارفين نعملها. هو المدرسين اللي يفهموا النقطه دي، احنا مش عايزين نقرا، فانت مش هرميني في نص الفقر وقولي لي اقراي غصب عني. طيب انا مش عايز اقرا. هوقفك هنا ثانيه، عايزه اسالها ليه مامي ما تروحش المدرسه وتتفق معاهم ان هما ما ينفعش يقولوا لك قومي اقري او اكتبي عشان انت عندك كيس معينه وما ينفعش تقري وتكتبي فيها؟ ما هي ماما بتروح وبتكلمهم وكده، بس المشكله انا مش عارفه هما ليه مش بيفهموا المعلومه دي. مش بيستجيبوا. اول زي ايه، فالمدرسين القديمه هما قاعدين معايا من فتره بيفهموا ان عندي كده. المدرسين الكتاب اللي بيجوا ولاد على بيجوا بقى المدرسه كتاب على المدرسه، هو انت بتستهبلي، هو انت شاطره. بياخدوا وقت لحد مثلا ما يقتنعوا ان انت لا مش بتستهبلي او حاجه. اه طب في اي اقرارات طبيه او اي شهاده من دكتور بتقول الكيس بتاعتك؟ هو حالة دلوقتي انا اللي مفيش دكتور شخصني صح يعني مفيش لحد دلوقتي؟ هو انا كنت لما الايام اللي فاتت كنت لما بروح عند الدكتور كان مديني ادويه بقى بيشغل المخ وكده. فالادويه دي كانت بتاثر فيا، بتاثر ايه، كان الصداع مش بيروح، كان مش بتديني نتيجه، كان بيخليني انام، بيخليني اتعب، بيخليني المخ يقفل اكتر. فانا حالة دلوقتي مفيش صحيح صح، هو انا اقدر انا افهم الناس. بس انت دلوقتي عارفه الكيس بتاعتك وعارفه ان هي عسر قراءه. قصد قراءة ونطق. تعرفوا الكلام اللي مضايقك ليه علاقه بالديسلكسيا ولا
ملوش علاقه لا بالديسلكسيا؟ ليها علاقه ليه علاقه بالديسلكسيا. بالديسلكسيا. طيب انت دلوقتي اهو بتقولي تشخيصك صح، فده مم. معناه ان في دكتور كاتب لك ان انت متشخصه كده. انا مش عارفه، هي ماما عارفه يعني انا مش حاسه كده ولا لا، بس انا عارفه حالة دلوقتي مش مم. عندي الصحي يعني صحيح صح ان انا اروح المدرسه، لا دي عندها كذا، لا مفيش. مفيش. اه طيب احنا عندنا فقره كده اسمها رساله الى مسؤول حكومي، عايزه تقولي ايه في الفقره دي لمين؟ هو ممكن تبقى اتنين. عايزه رسالتين؟ قولي رسالتين. اول واحد هو وسيل تربية وتعليم محمد أبو لطيف، عايز اقول لحضرته هو تبقى حافف علينا منهج شويه على تسليكسا، عشان احنا تبقى صعب علينا جدا ان احنا نحفظ حاجه. تمام، صعب علينا برضه احنا نقوم نقرا. وانا نفسي حاجه كمان هو الابتكار في المدارس، هما التسمسوا تقولي يلتزموا. اللي تمسوا فيه، عشان كتير قوي في المدرسه مش قرار ليك من الوزاره مش بيصدقوا، فكان احنا بنصابط. اوكي. يعني طيب عايزه توجهي رساله تانية؟ ايه هي؟ من وسيل الصحة دكتور خالد، هو احنا تسليكسا مش بنتعالج بالأدوية. تمام. وانا كمان شخصت غلط من دكتور، يعني في الدكتور شخصت غلط واداني أدوية هي اتأثرت في انا اتعالج بسرعة، هي أثرت فيا جدا. فانا برضه بطالب اللي هما مش كل حاجة أدوية، لا تبقى لها الموضوع شوية، هي بجد هي في حالات هما مش لازم أدوية ليها حاجة تانية، يعني لازم تبقى قرار من الدكتور. انتي بسبب التشخيص الغلط الأدوية اللي أخدتيها أثرت على الكيس بتاعتك؟ أثرت فيا جدا، وحالت ان انا كني صداع دايما، حالت ان انا مش قادرة انا ساكل. بس هي الأدوية دي هي بتشخشخ الجماح. بس هي كانت عندي عكس، عشان انا مش عندي كده، هم شخصوني غلط شخصوني صح، عشان كده. ماشي يا مريم، يا رب صوتك يوصل والدكاترة تركز وما تشخص غلط ومحدش يستسهل، عشان فعلا الدواء بيفرق. وفي كل الأحوال اتأخرتي ما اتأخرتيش، انت جميلة وانت عارفة ده، صح؟ تعالي بقى نتكلم شوية على بابا وماما في البيت واخواتك وكده. ازاي بيتعاملوا معاكي في الموضوع ده؟ اخواتك بيساعدوكي ازاي؟ باباكي واقف جنبك ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ احكي لي. هو بابا هو انا نص تاني من عند بابا، هو بابا بجد روحي، هو انا هو ساعدني كتير قوي اللي انا برضه ابقى قويه ابقى شجاعه، هو شبهي في كل حاجه، يعني انا نصها منه تاني. تمام، هم كانوا بيقولوا انا شبه بابا بس نفس حلقه، فانا شبه جدا بابا. اخونا محمد بقى، هو اصلا محمد هو اكتشف الموضوع، قلت هو محمد مش اخويا بس، محمد كان بابارة، كان صاحبي، كان كله. فهو ده اخوكي كبير هو اللي اكتشف الديسلكسيا. عشان انا بقعد معاه اكتر، هو عارف كل احنا عارفين كل حاجه على بعض. هو كده. فهو اصلا محمد اكتشف الموضوع الديسلكسيا ده، وحاليا انا عندي ثقه. هو محمد بصراحه هو عشان تبقى معايا في المدرسه او كده، فكان ايه مشكله انا بروح له قال لي لا مش هغلطي، طب عندك ثقه في نفسك وثقه انت مش عندك حاجه. برافو. فهو كان اب روحي بالنسبه لي جدا في الموضوع ده، عشان هو معايا في كل حاجه. تمام. ماما دي حاجة كبيرة أنا مش قادرة أتكلم عليها، هي القد هي عملته معايا أنا مش قادرة أوصفه، عشان هي أكتر واحدة صدقت اللي أنا مش فيا حاجة خالص، انت مفيش حاجة، فهي أكتر واحدة صدقت كده وبتشجعني أنا أبقى قوية. انت قوية جدا، انت عارفة قوتك جاية من فين؟ من مامي ده اولا. ثانيا انت عارفه ان مفيش اي حد يقدر يجي ويقعد ويتكلم ويقول كل الكلام ده غير وهو قوي جدا. فهي ماما اوعي تفتكري انك ضعيفه، انت مش ضعيفه. هي ماما بعتتني الثقه انا ابقى اللي انا اكلم احكي لسالتي. انا كنت بخاف، انا شخصيا بخاف جدا، انا كاني فتره انا اصلا كنت بقعد وحدي. فهي يعني من هي مش بيها انا كنت مش هوصل هنا بصراحه، فهي حاجة كبيرة بالنسبة لي جدا، هي وأهلي وحسام. حسام بصوت بابايا تاني بصوت، هو أب الروحي بالنسبة لي، ستيب فاذر. ستيب فاذر جدا. هو خليني أنا أصدق إن أنا قوية، يعني أبقى الشاكة اللي أنا أتكلم أقدر أتكلم عليهم. ولا مرة هم سألوني في حاجة، عكس كانت باجي من المدرسة أنا مهرانة عياط، كان بليكي اهدي مفيش حاجة انت قوية ماما بسبب كده. فأنا بشكرهم
بطريقة جامدة جدا، عشان انا مش هم مش مقيدين، ابقى مش هنا وقاطع اتكلم في الموضوع ده. وعشان كده انا بس بقولك انت قويه. انت عارفه انت قد ايه انت قويه. مفيش اي حد يقدر يقعد مكانك ويتكلم ويقول الكلام ده كله. مفيش حد ممكن يبقى عنده كميه الصراحه والبراءه اللي عندك، انك عارفه المشكله وبتواجهيها وشخصيتك حلوه. فانت قويه جدا، واي حد يقول لك غير كده اوعي تصدقيه، واوعي في يوم من الايام حد يهز ثقتك في نفسك. ماما عايزه 100,000 بوسه على اللي هي عاملاه. حسام عايز يعني شكر كبير انا جدا. بشكره، هو صدقني، طبعا هو صدقني ان انا مش عندي حاجة، وبيشجعني ان انا لا مريم، انت كويسة، انت قوية. انت قويه وكويسه يا مريم. مفيش حاجة خليكي تسعيني، اديني احساس ان انا كلهم تحت وانا فوق، او اديني احساس انا خلاص انا قوية طيب بجد. انت عارفه ايه المميزات الايجابيه للي عندهم ديسلاكسيا؟ تحديدا ديسلاكسيا على فكره اذكياء جدا، اقوياء جدا، صح؟ انت لو عملتي اي كيو تيست هتطلعي نسبه ذكاء. عملته وطلع نسبة ذكية في طبعا ذكاء. طبعا، فدي ميزه. فانت ربنا مميزك بميزه، اه حافظي عليها. انا حافظ عليها، بس لقيت ناس عندهم رحمة ويفهموا كده. طيب يعني موضوع الناس اللي عندهم رحمه ده، خليني اقول لك ايه اكتر موقف اتعرضتي له ضايقك من الناس او من صحابك في المدرسه؟ في صحابي المدرسة القديمة هما بالظبط كانت بتمر عليا، هو كان مش بيصدقوني، كان مش بيحبوني، كان لما بحكي حاجة اسكت اسكت انت كده الطريقة دي. هم. فصحابي برضو خليني هما ثقة كبيرة، انا وحشة، انا ليه ابقى مثلهم، باجي بالليل وبحكي لاهلي هو انا ليه مش بقرأ، ليه فصل كله اكتر من 40 واحد بيقوم يقرأ وانا مش عارفة ليه انا كده، فهمتي؟ فالموضوع كان تحل بالنسبة لي، هما صحابي مش ساعدوني اللي قدام، هما مش ساعدوني ابقى كده، بس صحابي دلوقتي انا احكي فيهم انا اقدر، هم واقفين معايا سند، انا مش اقدر انا عندي صاحبتي فرح، اكتر واحده فيها صدقت انا مش عندي حاجه، واي لحظه اي حاجه في مشكله في المدرسه بتيجي وتوكيها، لا هي مش عندها كده، مش كلامها كده. صحابي لما حصل موقف كتير قوي لما المدرسه بتضايق عليا او كده، هم بيقفوا بيقولوا لا انت مش لك حق ان انت تكلميها بالطريقه دي، فهمتي؟ فانا قلت صحابي. ممكن لحظه. يعني في صحاب كويسين. صحاب كويسين منهم فرح دي صاحبتي من 3 سنين يعني من زمان، فهي اكتر واحده عارفاني وعارفه ان انا طيب تحمليني كده. عايزه اسالك سؤال هنا، عشان انت عارفه ان احنا بنتكلم على جين زي كتير قوي، صح؟ طيب انت شايفه من وجهه نظرك ان الجيل ده اكتر بيتنمروا وبيتريقوا، ولا الاكتر ان هم كويسين ومتفاهمين اللي حواليكي؟ انا بتكلم على اللي حواليكي. في النصوم بس الكلمه دلوقتي بيتمروا اكتر عشان من هم لوشين، فهمتي؟ بيتنمروا عشان فاكرين ان هم روشين. لوشين بقى. تمام، فهو خلاص ان انت ضعيفه وانا قويه، فانا باينه على الكلمه ان انا لوش، تمام، مفيش حد يقدر يكلمني خلاص. فعشان كده انا بتواجهي ده ازاي يا مريم؟ بالكلام، يعني اكتر حاجه بطريقه الكلام. هو ايه ده انت بتتكلمي كده ليه، فاهمه؟ لا كلامي عادل، يعني انت شخصه كبيره يعني فوت يعني. هم بيقولوا لك كده؟ كتير منهم، عشان كده مش عايزه اصاحب حد. كاني فتره قبل ما ربنا سألني بصحابي كويسين، كاني فتره انا مش قاعده مش عايزه اصاحب حد. طب يا مريم انا هنا هطلب منك حاجه استثنائيه شويه، رساله ثالثه للجيل اللي قدك في السن. لو حد في الموقف ده تقولي له ايه؟ الموقف ان موقف هو في حد بيطمن عليا بالظبط، اللي بيتريقوا واللي مستقويين مش اسهل خالص. هو كده هو شايف انت عندك ميزه وهو مش عندها، هو شايف انت احلى منك، فعشان كده بيعمل اي حاجه عشان قدام الناس هو مفيش احسن منه. تمام، فانا مش عايزاك تسأل خالص، وكلام الناس ده اكتر حاجه بتقسي وتسألين ده كلام كده بتقسي، فانت حطيته في بالك في قلبك انت الكلام ده خلاص هتصدقه لحالة طول عمرك، بس انت مش حاطه خالص في نفسك سمعته من هنا وطلعته من هنا، موضوع القيس قوي. ولا اعرف مليون في المية اللي حد بيتريق عليه ده في حاجه ناقصه عنده
هي عندك. بس ماشي يا مريم، برافو عليكي. طيب كفايه كلام بس ولا في لسه؟ موقف عايزة احكيه برضه احكي على اصحابي. احكي. في مدرسة يعني مدرسة الحضانة. مم. فلانة لما كان في فترة ماما كانت زعلانة مني مم. شوية، وانا مش عارفة هي يعني بالظبط زعلانة من ايه، بس انا كنت فاكرة بقى هي زعلانة مني عشان مش بذاكر انا، فهمتي؟ بس هو الموضوع مش كده، مم. فاكرة كده. فكنت بحاول امتحانات الشهر ان انا اقفل الطلقة كلها. مم. هل في الامتحان كان في امتحان فلانة ساينس مم. كيف ليسون انا مش بعرف، لان انا حليت الامتحان كله كيف تعليف ليسون انا مش بعرف اكتب او مش مم. بعرف اقرا عشان مم. احل كيف ليسون. يعني كل اقدر انا احله السوس. عارفه بعمل حياتي بيتي تخ... كومبلكس بيتي انا بعمل تختاري وتعملي سيركل على اوكي. مم. فده حتى فلانة صاحبتي يعني مم. الكويسين قالت لا اتم التسك شويه وتعالي انا اساعدك. اوكي. تمام. المشكله بقى وانا بقدم ولقيتها وقعت وانا لقيت وقعت، فاحنا بندي الورقه لبعض. فالميس ساعت قالتنا ايه ده انتوا بتحشوا؟ ما اختارهاش. فقالت انا اتوتر، فانا بتوتر جدا. مم. قالت امسح على اسم فلانه دي. خلاص انا كده ثبت عليا ان انا ان انتي بحش. بتغشي. ف كل حاجه رحنا عند وكيله المدرسه وتتنهى ان انا حشاشه وانا مش كده. يعني في غشاشة. انا مش كده. انا في كل امتحان انا قاعده مع نفسي بحله مش بحله بسيبه. ما هو يا حبيبتي كده. احنا قلنا لو في قرارات بقى، القرارات اه دي هتبقى ده الطبيعي ان حد يساعدك، م. حد يقرا لك السؤال وحد يكتب لك الاجابه، انت اللي بتقوليها بس حد بيقرا لك وحد بيكتب. ده بالنسبه لي اسهل ليا بكتير. ان شاء الله يعني ان اتمنى شاء ان الله. اللي انت قلتيه يوصل، وان الكيس اللي زيك واللي اصعب واللي اقل واي كيسز موجوده في المدارس ان تسهل عليهم الموضوع شويه عشان ما يعانوش. من عند المتصلين اكتر. انت مش قادره تعاملي كل واحد بمشكلتك، خلاص مش تيجي انت تبهدلينا انت نفسيتنا. متضايقه من المدرسين؟ اكيد ان هم سبب كبير. انا احنا لهم 24 مريم سنه. مفيش ولا مدرس في خلال السنين اللي فاتت دي كلها، خلال السنوات الدراسيه، ولا مدرس تفهم ووقف جنبك؟ لا عكس، انا في متسين. ولا مدرس؟ لا في متسين وقفوا معايا بطريقه جامده اوكي. جدا بجد. في متسين سبورت سبورت في طول الوقت. هو انت مش عايزه تقراي خلاص براحتك. هو في اول الحصه معايا عايزه تقراي النهارده درس قراءه، فعايزه تقراي قلت لها لا يا ميس، فخلاص مش بتقراي. معلش هو انا عايزه افهم هي ازاي بتيجي تقول لك ان انت عايزه تقراي اساسا وهي عارفه ان انت ما بتعرفيش تقري؟ هي بتسالني عشان اشوف انا حابه ولا لا. ما هي حابه ايه؟ ما انت مش تمام. بمزاجك يا حبيبتي، انت مش عارفه تقري. بس في مدرسين هما عايزين يسالون، هو بطبيعتهم هو عايزين يسالوني. اوكي، لكن عدى عليكي مدرسين متفاهمين الحاله جدا. وتعاونوا معاكي الفترة جدا. دي يعني الفترة اللي فاتت طب كلها كويس يا لا. مريم، لان يعني مش معقول هيبقى كده بقى لا صحاب بيتنمروا ومدرسين مؤذيين ومدرسه مش متفهمه، يعني الدنيا ضلمه قوي يا لا مريم. بس ممتازين قليلين مش كتير. اوكي هو ماشي، 3 المهم 4. انهم موجودين. الحمد انت لله. بقى هنا النهارده عشان الموضوع يوصل ويبقوا اكتر من كده ان شاء الله. يا ليت ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه تقولي اي حاجه تانية في نفسك؟ في نفسي انا. يعني جواكي حاسه ان انت لسه عايزه تقولي حاجه، ولا انت كده قلتي كل اللي نفسك فيه؟ لا قلت كل حاجة نفسي طب فيها. تيجي نلعب لعبتين خفاف كده في الحلقه بقى، احنا ماشي. خلصنا التنمر والديسلكسيا وشكرتي كل اللي انت عايزه تشكريه. تيجي ماشي. نلعب شويه؟ اوكي يلا تعالي. يلا بينا. عندك معلومات عامه؟ ببركة ربنا كده. طيب يعني مثلا لو قلت لك اسدين قصر النيل في محافظه ايه، تعرفي؟ اساتين اه كوبل والنيل. يعني في عارفة. محافظه ايه؟ تبقى القاهرة. برافو عليكي، ايه الحلاوه دي! طب والله انا قلت مش هتجاوبيه، برافو عليكي. طيب تعرفي فين قصر محمد علي؟ اه ها؟ هو في النيل. محمد علي. هو مكانه فين؟ اه مش عارفة. في النيل. طيب لو قلت لك قولي لي عكس كلمه بؤس. يعني ايه بؤس؟ زعلان. برافو. ها؟ عكسها فرحان. همشيها لك. خلاص ماشي. عكس كلمه سميك. سمية كانت حين. صح. فرة. طيب معلومات عامه، ماشي. التعبان بيولد ولا بيبيض؟ لا بيبيض. بيبيض. هو صعبان. ها؟ لا بيولد. اخر كلام، التعبان بيولد ولا بيبيض؟ لا بيولد. بيولد. اوكي. الديناصورات موجوده في اي حديقه؟ اي حديقه في العالم؟ ايه حديقة؟
انا بسالك الديناصورات موجوده في اي حديقه في العالم؟ مفيش اصلا استفسار. برافو، ده كان كمين، برافو عليكي، شطوره. طيب اوكي، قولي لي 3 حيوانات بحرف الجيم. ده كمان برافو. بحرف الكيم. ها. آه... هو في تاني في. كتير. آه... انا عارفه بس كده. بس هقول لك على حاجه، آه. انا موافقه بجمل بس. ماشي. مريومه احنا خلصنا، وانا انبسطت قوي 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 معاكي، و... واتمنى ان كل اللي انت قلتيه يتسمع يعني ويتعمل بيه يا ريت، وان مفيش حد يتنمر على حد، وان المدرسين يتفهموا، وان كل اللي انت قلتيه يتنفذ. وانا من كل قلبي بقول لك انت بنت قويه جدا جدا جدا، واوعي حد يهز ثقتك في نفسك ابدا. وقبل ما اقفل خالص، عايزه لو انت عايزه تقولي اي حاجه انا ما سالتهاش وانت نفسك تقوليها، معاكي لحظات، قولي اللي لا، انت انا عايزاه. قلت كل حاجه، بس انا بجد بشكركم لان انتوا سمعتوني وطلعتوا مشكلتي الكبيره يعني، وعايزين بجد انتوا ساعدوني نحلها. فانا بشكركم كلكم بصراحه، عشان الموضوع ده حاجه كبيره قوي في حياتي، انا اقدر اتكلم في المشكله دي. طبعا. فانا رسالتي دي اصلا مش هتوجهها لنفسي، انا هتوجهها للناس هما طالعين بعديا، اوكي. هما عشان مش تعاسوا، انا ما اتأسيت في التنمر. مم. بس بس انا بشكركم بصراحه. حبيبتي العفو، احنا اللي انبسطنا معاكي جدا بجد. هاتي بوسه بقى. احنا خلصنا الحمد بجد. لله.